السلام عليكم. لأول مرة في الانتخابات الألمانية يكون للألمان من أصل أجنبي وخاصة أصل إسلامي دور مهم ومحدد في الانتخابات الألمانية. كيف ذلك؟ هذا ما سأشرحه لكم في هذا الفيديو، فلتبقوا معنا. أولا، سجلنا في هذه الانتخابات نسبة إقبال عالية جدا لم نشهدها منذ سنة 1998. هذه السنة بلغت نسبة الإقبال 83%. هذه الانتخابات هي أكثر الانتخابات في ألمانيا حسب علمي اللي شهدت استقطاب كبير جدا بين مختلف الأحزاب. أيضا هذه الانتخابات تم الانتخاب فيها ليس على البرامج والمشاريع الانتخابية، وإنما على نقطتين أساسيتين، خاصة نقطة كبيرة برشا، وهي نقطة الهجرة أو موضوع الهجرة اللي كان هو رقم واحد في الانتخابات هذه. أيضا نقطة أخرى كانت لم يتم الحديث عنها ولكنها كانت حاضرة بشكل كبير، وهي الحرب على غزة. وبالتالي فإنه بناء على هذه القراءة فإن فوز حزب الاتحاد المسيحي CDU CSU ليس فقط لشخصية ميرس القوية، وليس للبرامج التي قدمها هذا الحزب والوعود التي وعد بها، وإنما لأنه ركز على قضية الهجرة، ولأن هذا الحزب قدم نفسه على أساس الفشل الذي قام به الأحزاب الثلاثة الأخرى اللي كانت تحكم في الأربع سنوات الأخيرة. إذا بلغة أخرى فهو استفاد من فشل الآخرين أكثر بكثير من برامجه الانتخابية. حزب الSPD حصل على أكبر خسارة انتخابية في تاريخه تقريبا، ولم يشهد مثل هذه النتائج السلبية منذ تأسيسه. حزب الخضر الذي هو تاريخيا حزب الأجانب، وخاصة الحاضنة التي كان يجد فيها المسلمون حريتهم في التحرك، هذا الحزب في السنوات الأربعة الأخيرة فقد الكثير من أعضائه، وفقد أيضا الكثير من الأعضاء الذين كانوا قيادات حتى داخل حزب الخضر، ولكنهم انسحبوا نظرا للسياسات التي اعتمدها الحزب، وأيضا لموقفه من غزة. وكلكم تذكرون موقف وزيرة الخارجية الألمانية التي تحدثت على أن المدنيين في غزة قد يفقدون الشتاتوس، يعني مكانتهم باعتبارهم مدنيين، ليصبحوا هدفا للغارات الإسرائيلية. وبالتالي هذا كان موقف وجد نقد كبير جدا جدا من الشباب. وهذا الشباب الذي سنة 2021 هو الذي كان انتخب حزب الخضر. 2021 أكثر الذين انتخبوا الخضر هم الشباب. في هذه الانتخابات الشباب يفروا من حزب الخضر. حزب اليمين المتطرف AfD ضاعف نتائجه بشكل كبير. 2021 كان 8%، اليوم أكثر من 20% لحد الآن على الأقل حسب النتائج. وبالتالي هذا ركز على قضية الهجرة، وأصبحت مقولات كما ريميغراسيون اللي كانت يعني كلمة غير مقبولة الآن أصبحت كلمة سياسية يتداولها هذا الحزب داخله، وأصبحت يعني مستعملة، وركز على عدائه للهجرة وللإسلام والمسلمين، واستطاع بذلك أن يكسب الكثير دون أن يقدم يعني حقيقة برامج سياسية واقتصادية وحلول للقضايا السياسية والمعقدة في ألمانيا. حقيقة الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو حزب اليسار دي لينكي، اللي في فترة من الفترات يعني كنا الناس والمتابعين والمختصين يرون أن هذا الحزب خلاص لن يكون في البرلمان في البوندستاغ في هذه الدورة، وكان أقل من 3%، لكنه يتحصل اليوم لحد الآن على الأقل على 8%، وبالتالي ضمن موقعا مهما في البوندستاغ. السبب في ذلك هو موقفه الإيجابي خاصة من غزة، وأن الشباب انتخب، خاصة الشباب العربي والإسلامي الألماني هو الذي انتخب هذا الحزب. اليسار هو الحزب الوحيد الذي رفض بوضوح الإبادة الجماعية في غزة. هذا الحزب أيضا هو الذي طالب بوضوح بإيقاف الحرب على غزة، وأيضا هذا الحزب هو الذي طالب بإيقاف تقديم الأسلحة وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما أنه كان يدافع عن قضايا الإسلام والمسلمين. ربما بعض المستمعين اللي تابعوا فينا من بلاد عربية يقولوا: هل أنا أتحدث عن حزب يساري؟ نعم نعم أيها الأصدقاء أيها الأحبة، أتحدث عن حزب يساري، ولكن ليس كيساري العرب الذي إن أمطرت في موسكو رفعوا المطريات في بلادنا ولو كنا في شهر أوت.
إليكم بعض الإحصائيات عن الشباب الذين صوتوا لحزب اليسار دي لينكي. بين 18 إلى 24 سنة 27% من الشباب صوتوا لحزب اليسار. الحزب أيضا كان هو الحزب الفائز على الإطلاق بين كل الأحزاب بالنسبة للشباب الذين يصوتون لأول مرة. هذه فقط بعض الإحصائيات باش ما نطولش عليكم. ولذلك أيها الأحبة ترون لماذا الانزعاج الإسرائيلي وانزعاج الكثير من المساندين لهم في أوروبا وفي ألمانيا من أن هذا الشباب يقولون أنه لا يتحدث عن الهولوكاوست، وأنه ليس له تعاطف مع اليهود في أيام المحرقة، لسبب بسيط، وهو أن هذا الشباب عاش المحرقة ورآها بعينيه في غزة. طبعا أؤكد على شيء واضح هنا، أننا نندد ولا نقبل بأي شكل من الأشكال بقتل أي شخص بريء، فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا مبدأ واضح بالنسبة لنا، بالنسبة لعقيدتنا، بالنسبة لديننا، وبالنسبة لتعاملنا مع الآخرين. لا نقبل أي ظلم مهما كان سببه ومهما كان مصدره. ولكن الشباب الإسلامي الألماني لاحظ هذا الظلم المسلط على أهل غزة، فلم يعد يتعاطف مع أحداث عندها 85 سنة بمثل التعاطف الذي يتعاطف به مع أحداث يراها يوميا ولايف بشكل مباشر. ولذلك فإن الشعار ني فيدا است يتست شعار مهم، ولكن أنا أطلب من السياسيين الألمان، أطلب من المثقفين الألمان، أطلب من كل المتعاطفين مع إسرائيل أن يطبقوا هذا المبدأ أيضا على الفلسطينيين. إذن كما ترون فنحن أمام مشهد جديد لا نريد أن نبالغ فيه كثيرا. هناك تحولات لا نريد أن نبالغ فيها كثيرا، ولكن هناك مشهد جديد، هناك تحول جديد، هناك دور مهم للشباب الجديد، خاصة شباب من 18 إلى 29 سنة. هذا الشباب هو المستقبل. لا نريد أن نبالغ كثيرا، ولكن هناك دور محدد لهذا الشباب ولا بد من الاعتناء به وتوجيهه بشكل تثقيف سياسي دقيق وواع ومضبوط ومنضبط. ربما كلمة أخيرة عن التحالفات الممكنة القادمة، لعل أقربها إلى المنطقية والواقعية والقبول أيضا عند الناخب الألماني هو التحالف بين السيدي وCSU والإس بي دي، وهو تحالف معروف يسموه الجروكو ولا التحالف الكبير جروس كواليسيون، وهو تم تجربته عديد المرات وكان ناجحا. ولا أريد أن أطيل عليكم، إلى تسجيل جديد في موضوع جديد، أستودعكم والسلام عليكم.